البلدية والسلطات المحلية والجهوية ممثلة سلطة اللامحورية معناها ممثلة في السيد معتمد والسيد الوالي. الوغ بالنسبة للمعتمد ديما فما يعني علاقة صراع بين رئيس البلدية وبين معتمد المنطقة. هذا اللي قاعدين عشناه في بلدية في منطقة في مدينة سكرة. علاش؟ على خاطر كل واحد يقول لك أنا سلطة محلية، كل واحد يقول لك هذا من مشمولاتي. هذا الكل شكون من المفروض يفضه؟ يبدا مفذوذ بالقانون من الاول، توضع القواعد اللازمه باش كل واحد يعرف حدوده ويعرف مهامه، تكون مهام يعني واحد تداخل. هذا هو. نجيو للعلاقه بين الوالي ورئيس البلديه. اليوم الوالي يقول لك انا ما عندي حتى سلطه على رئيس البلديه. لشكون نمشيو؟ هاوكا سلطه الاشراف. انا بالنسبه لي انا تجيني ملف نحيله لسلطه الاشراف. الى متى؟ الور كو في المجله موجود دور الوالي، موجود وموجود مهام الوالي، لكن اليوم الوالي يعني عادة ساعات في معظم الحالات يقول لك ما عندي حتى سلطة على رئيس البلدية، والأمر يخضع للاجتهادات. الاجتهاد فما ولات يجتهدوا وفما ولات يقول لك انا ما ندخلش في هالصراعات هذية وما ندخلش في هالمشاكل هذية. يا خويا انا نقوم بدوري اللي منوط بعهدتي واكتفي بذلك القدر. يحاولوا باش يلقاو حلول، يحاولوا حسب الامكانيات المتاحه في جهته في منطقته، وربما يحاول زاد كذلك مع السلطات المركزيه، ولكن طالما انه ما عندوش الادوات اللازمه وما عندوش الاطار القانوني اللازم، طبيعي جدا باش تكون قدرته محدوده. انا نعرف اللي فما حتى ولات ساهموا في تليين مواقف عدة أعضاء من المجالس تجنبا وتفاديا لحل المجلس الفلاني ولا المجلس الفلاني. في بعض الأحيان جهودهم تكلل بالنجاح، ولكن زاد في بعض الأحيان الأخرى. علاش؟ لأنه هنا ما فماش دي ستركتور واضحة، ما فماش هياكل وما فماش تشريعات واضحة تنظم العلاقة بين مختلف مراكز السلطة، لأنه هذه مراكز السلطة. البلدية مركز السلطة، المعتمد مركز السلطة، الوالي مركز السلطة، والمراكز هذه متفاوتة ومختلفة. فيها اللي مازال يخدم بالنظام القديم جدا، تشريعات قديمة، فيها اللي محدث بموجب مجلة الجماعات، ولكن ما فماش تنسيق.